هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هو فيديو حصيله السنه. يعني ايه فيديو حصيله السنه؟ يعني الفيديو اللي بنلم فيه كل المنتجات اللي عجبتنا واللي عجبتنا واللي ما عجبتناش خالص، اللي جبناها طول السنه. ففي الفيديو ده هلم لكم كده شويه منتجات كلها جبتها من على موقع نون، بما ان ده المكان الوحيد اللي انا بجيب منه كل الميك اب بتاعي. موقع نون او ابلكيشن بتاع نون عامل خصومات بدايه من النهارده 20. هحاول ان انا امنتج الفيديو ده وانزله النهارده او بكره بالكتير قوي عشان تلحقوا الخصومات اللي موجوده. يعني على كل الكاتيجوريز بقى، كل حاجه عليها خصومات على موقع نون، زائد التوصيل المجاني، زائد طبعا اكواد الخصم اللي موجوده على الشاشه اللي بتديكي اصلا خصم اضافي على الخصم اللي موجود. اكواد الخصم دي في منها شغال في مصر والسعوديه والامارات، في نون في الثلاث دول دول. فعيشوا حياتكم، مفيش حد بيتابعني من الثلاثه دول لما يلاقي كود خصم ليه على موقع نون. اغلب المنتجات اللي هوريها لكم ممكن يكون فيها منتجات سولد اوت، وفي منتجات ممكن تكون موجوده. هحاول على قد ما اقدر احط لكم اغلب لينكات المنتجات تحت في الديسكربشن بوكس. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده لان احنا عندنا كميه منتجات يعني ملهاش حل. يعني بصوا انا مجمعاهم في الشنطه دي. الشنطه دي بقيت بجمع فيها كل حاجه دلوقتي، فمجمعاهم في الشنطه دي. ويلا نبتدي نشوف ايه اللي عجبنا السنه دي وايه اللي كان نص نص وايه اللي ما عجبناش خالص. ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز اللي انا مقصره فيها شويه، بس معلش استحملوني، انا جايه امتى مش عارفه بس انا جايه. وكمان اعملوا لي فولو على انستجرام، الاكونت اللي هتلاقوه ظاهر دلوقتي على الشاشه او من اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن بوكس. ويلا بينا على طول نبتدي. المفروض كنت اغير الطرحه قبل ما ابتدي لان هنا فيها يعني لون شويه على ليلاك وهنا لبني، وانا يعني حصل يعني مشكله في الالوان، بس حقيقي مش قادره اقوم اغير الطرحه. وبما اننا مش هنعمل ميك اب لوك ولا يعني حاطين حاجات بسيطه قوي، فمش هقوم اغيرها. معلش استحملوني استحملوني. خلينا نبتدي. اول حاجه هي الرموش دي بتاعه اسمها ايه، اردال. الرموش دي حلوه قوي، كلمتكم عنها كتير قوي طول السنه. هي رموش متفرقه، تقدري تحطي من الاخر، تقدري تحطي من النص، تحطي من الاول، تحطيه كله. الرموش سهل جدا ان انت تركبيها، وهي بتبقى متقسمه وتقدري تستخدميها لغايه 20 مره، مفيش اي مشكله ومش هيجرى لها اي حاجه. اللي بعد كده هي التريو دي من عند رمال. التريو دي بيتهيألي مفيش بني ادم جابها الا ما شكر فيها جدا. انا بالنسبه لي حلوه جدا، الجلو بتاعها تحفه. الكونتور الدرجه مظبوطه بالملي. الدرجه دي اسمها ايه؟ اسمها جولدن برونز 003. هتلاقوها موجوده على نون وسعرها اقل من 200 جنيه او ممكن اقل من 150 جنيه كمان. النقطه الوحيده اللي ما بحبهاش فيها هي المفروض ان دي درجه بلاش، بس هي مش بلاش، هي اليمينيتر. يعني بيديكي هايلايتر بس فيه تنت كده من البلاش، مش بيدي افكت بلاش قوي، بس برضو هنعتبره هايلايتر بدرجه تانية. الماسكارا بتاعت سكاي هاي انا يمكن جربتها الفتره الاخيره، مش بقالي فتره طويله بجربها، بس الصراحه خطيره. دي اللي انا مستخدماها النهارده، ودي كوت واحده بس، يعني ما كانش عندي وقت ولا خلق ان انا اقعد اعمل بيها كتير. والصراحه حلوه جدا. الفرشه بتاعتها فليكسبل قوي، يعني بتروح وبتيجي كده وبتحضن الرموش بتاعتك وانت بتحطيها، فالصراحه خطيره. ده شكل الفرشه بتاعتها، من الماسكارات الحلوه قوي اللي انا جربتها السنه. البتاع ده هو المفروض ان هو مكتوب عليه شي جلام، بس ده مش شي جلام، هو ده مضروب يعني مش حقيقي. بس الصراحه الواكس بتاعها حلو قوي. ده مش حاجه بتثبت الحواجب قد ما بيسرحهم، كانك بتسرحيهم كده بالماسكارا بتاعت ويت اند وايلد او ايسنس، عارفين الجو ده. بس صراحه حلوه قوي، والكميه بتاعته نوعا ما معقوله على سعره وثمنه تقريبا حاجه و60 جنيه. من الماسكارات الحلوه اللي انا جربتها السنه دي الماسكارا دي بتاعت لوريال اللي اسمها اكس فايبر فول سلاش. صراحه حلوه قوي، فيها تو سايد، واحده منها اللي هي الرفيعه اللي بتدي طول، والتانيه اللي هي منفوشه شويه او فيها شعر كثيف وبتدي كثافه. واحلى حاجه فيها ان هي ليها زي كيرف كده عشان ترفع الرموش للناس اللي رموشها شويه نازله لتحت. بصراحه من الماسكارات الحلوه قوي وسعرها حلو قوي، مش مبالغ فيه. نيجي للثلاثه ايلاينر اللي انا جربتهم السنه دي وجايباهم من على موقع نون. هو الايلاينر ده اول حاجه اللي هو بتاع لوريال اللي اسمه بلاك لاكر، ده شكله كده. اوكي، الايلاينر ده حلو جدا، سواده تحفه، الكميه بتاعته حلوه، الفرشه بتاعته بتساعدك جدا، يعني مليان مميزات. عارفين عيبه الوحيد ايه؟ انه مش متوفر كتير. يعني ممكن اخش دلوقتي على نون ادور لكم عليه ما الاقيهوش، بس فعليا لو شفتوه على اي موقع في الدنيا هاتوه لانه خطير، سواده يجنن. نيجي للايلاينر اللي هو ده بتاع رمال. هو لطيف جدا وحلو قوي للمبتدئات، يعني الناس اللي اوريدي متعوده ترسم بريشه، اما هتيجي ترسم بديب لاينر مش هتحس انها مرتاحه، هتحس ان هو بيصعب عليها
الرسم، لكن ده حلو قوي للبنات اللي اول مره ترسم ايلاينر، هيبقى سهل عليكي لان هو شويه عامل زي القلم وسواده تحفه. نيجي بقى للايلاينر اللي ما قعدتش معاه فتره طويله، بس ما فيش حد جابه من ورايا الا ما شكرني جدا على الايلاينر ده، وهو الايلاينر ده بتاع اماندا. ده شكله كده وفي خطين زرق من فوق، برده موجود على نون، هحط لكم اللينك بتاعه. الصراحه خطير. في بنات بيقولوا ان هو ثمنه بره تقريبا 50 جنيه، بس هو على نون ثمنه 65 جنيه، فجيبيه من على نون. لو مش قادره تنزلي او هتركبي مواصلات، يعني بثمن المواصلات ادفعيهم لنون احسن يعني، زائد كود الخصم هيديكي خصم اضافي عليه. فالصراحه من الايلاينرز الحلوه قوي. هو ريشه، يعني عايز حد يكون اوريدي بيعرف يرسم ايلاينر، سواده يجنن، فاحم، ثابت، يعني كل حاجه فيه حلوه. عندنا مجموعه حلوه من الكونسيلرز النهارده، فعايزين نكون سرعه عشان اعرف اديكم ريفيو كامل عنه. هنبتدي باول كونسيلر اللي اكيد عارفين هو ايه، وهو بتاع لوريال مور ذان كونسيلر. الدرجه بتاعتي 329. بالكونسيلرز الحلوه قوي. اولا التغطيه بتاعته عاليه، مش بيكسر تحت العين، بس ما تحطيش منه دايركت تحت العين او تحطي منه كميه كبيره وتقولي لي مش هيكسر. هو طبيعي اي حاجه في الدنيا هتتحط بالكميه دي هتكسر، بس الصراحه الكونسيلر ده من احلى الكونسيلرز اللي انا جربتهم. تغطيه، ثبات، شكله تحت العين ناعم جدا، من الحاجات اللي بجد ادمنتها السنه دي، استخدمته كتير قوي. نيجي للاثنين حبايبي اللي ما ينفعش يجي الشتاء الا لما استخدمهم، وهما الاثنين كونسيلر دول. واحد بتاع ميبلين فيت مي، انا ما اقدرش في الشتاء استخدم اي حاجه تنشف، يعني ده اول ما بيجي الشتاء بركنه على جنب ويبدا الشغل بتاع الاثنين دول. الايج ريوايند او اللي هو انستانت ايج ريوايند ده شكله، والتاني بتاع ميبلين فيت مي ده درجتي فيه 10 وده درجتي لايت. نيجي للاثنين ماسكارا دول، برضو جبتهم من عند نون، الماسكارا السوداء والماسكارا الروز جولد. الاثنين شبه بعض، الاثنين نفس الطريقه، نفس طريقه الابليكيتر اللي هي التويست، دي بتتويستي برضو من فوق ودي بتتويستي من فوق. المفروض يعني ان الاثنين يكونوا شويه مختلفين، بحيث ان دي تكون بترفع الرموش اكتر، ودي عاملينها اللي هي بس بتدي كثافه او بتديك الاكستريم لوك. الصراحه الاثنين انا حسيتهم لما عملت مقارنه بينهم على الانستجرام ان هما الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، بس البنات اللي شافوا الفيديو كان ليهم راي تاني، شايفين ان السودا اقوى بكتير من الجولد. فانتوا لو حبيتوا تجيبوا واحده من الماسكارات دي خدوا السودا في موف وما تجيبوش الجولد. من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي مش واو قوي السنه دي هما الاثنين كونسيلر دول. اقول لكم ليه، انا طلعت وقلت لكم ان ده حلو قوي، انا استخدمته والصراحه انا لسه عند رايي، هو حلو جدا، مش بيكسر تحت العين، ما فيهوش اي مشكله، بس الكميه بتاعته فعلا قليله قوي، قليله بطريقه غريبه. يعني بصوا هي التوب قد ايه، المفروض ان دي كلها كده تبقى مليانه خالص. يا جماعه انا استخدمته بتاع 3 مرات خلص، فحسيته عبيط قوي، اللي هو ما لحقتش استخدمه، بس ممتاز. يعني ما تحطوش باودر اصلا مش هيتحرك من مكانه. فمن الحاجات الحلوه قوي. انا كنت جايبه منه درجه تانية ككونتور، والدرجه دي حلوه قوي، يعني بتعمل كونتور حلو. بس زي ما انتم شايفين كده، انا عايزه اقرب لكم كده، شايفين الازازه شويه ابتدت تفضى، وانا ما استخدمتوش غير هما مرتين بس، فالكميه بتاعته جدا قليله. نيجي للباودر اللي كان عليها هري كتير قوي السنه دي. السنه دي الناس كلها اتكلمت عن الباودر دي بتاعه انفاليبل 24 اور فريش وير. كل الناس قالت انها حلوه واستخدموها لوحدها والكلام ده كله. لوحدها بالاسبونج كده، اللي هو تفتحوا الاسبونج دي وتاخدوا من الباودر وتعملوا كده، قرف جدا، وحشه قوي قوي قوي، مش هيعجبكم خالص الفينش بتاعها. لكن لو استخدمتي فاونديشن وثبتي بالباودر دي هيديكي افكت فلتر فعليا فلتر، يعني بشرتك دي هتلاقيها نعمت كده فجاه والموضوع بقى خطير. فهي حلوه قوي كتثبيت، باودر عاديه بدورها العادي، لكن باودر فاونديشن وحشه جدا. من الباودرز برضو اللي جربتها السنه دي هي بتاعت جولد روز، ومن الباودرز الوحشه قوي قوي، يعني اللي هيشوفك هيقولك صباح الباودر، يعني مش هيقولك صباح الفل، هيقولك صباح الباودر. يعني باودر كتير، باينه ان انت حاطه حاجه مطربه على وشك. فعليا ما عجبتنيش خالص، هي استخدمتها مره واحده وشكرا، مش هستخدمها تاني. نيجي بقى للباودرز البيرفكت اللي هم ما فيهمش غلطه، الحلوين بزياده. اول باودر هي بتاعت ايسنس اللي هي دي، ده شكلها كده، دي اسمها ماي سكين بيرفكتور. الباودر دي خطيره، هي حجمها قليل قوي، يعني بصوا بعد ما هنشيل الكفر كده اوكي، هي الحبه اللي تحت دول عارفين، بس الباودر دي ممتازه يا جماعه للاستخدام اليومي، يعني خطيره بجد، وسعرها عبيط قوي، وفي متناول اي حد ان هو يقدر يجيبها، سبيشال البنات اللي في الجامعه اللي عايزين حاجات البادجت بتاعتها قليله. فالباودر دي خطيره، يعني ولا حد ياخد باله ان انت حاطه باودر. هو الاديشن ده كان تحفه الصراحه، حتى الفاونديشن بتاعه خطير، ف
تحفه الباودر دي. نيجي اللي نورتنا حبيبه قلبي اللي عرفتها مؤخرا ومش عارفه كانت غايبه عني فين، هي الباودر دي بتاعه بورجوا اير مات. دي زي الفاونديشن بتاع اير مات، والصراحه يعني الاثنين كومبو كده مع بعض حلوين قوي. يعني الفاونديشن بتاع بورجوا اير مات والباودر بتاعته خطيره، استخدمتيها مع اي فاونديشن تاني هتنعم لك شكل الفاونديشن، وشكلها ناعم قوي، حتى ملمسها كده تحسوا ان انتوا بتلمسوا كريمه، عارفين كده، مش بتلمسوا باودر ناشفه، تحسوها كده فيها سن الترطيب كده. خطيره. درجتي فيها دي ايه؟ الدرجه دي لايت بيج، بس الصراحه حلوه، يعني اللون بتاعها معتدل جدا جدا جدا، يعني ولا فاتحه ولا غامقه. نيجي للقمر التاني اللي انا يعني انا محرجه والله ما بكلمكم عن حاجات ريمال حلو، بس الباودر دي خطيره برده من عند ريمال. الدرجه دي اسمها سيلك بيج، وحلوه جدا للبنات اللي لون بشرتهم زي لون بشرتي. دي بقى يا جماعه خطيره برضو. انا اكتشفت ان الكومباكت باودر فيه شويه براندز كده منزلين كومباكت باودر خطيره. المفروض ان دي برضو باودر فاونديشن، يعني شايفين باودر فاونديشن، بس ما تستخدموهاش خالص باودر فاونديشن، ثبتوا بيها الفاونديشن هتديكوا افكت تحفه التحفه. فدي برضو خطيره. السنه دي انا ما جبتش برونزرز كتير، بس من الحاجات اللي هتفضل معايا السنه دي والسنه اللي بعدها واللي بعدها، هي انا ما جبتهاش من على نون، بس هي موجوده على نون. دي من عند ويت اند وايلد. الدرجه بتاعت دي ايه؟ بالتالي دي افتح درجه، اللي هي كراميل توفي. دي انتوا شايفين واكله انا الباودر ازاي، يعني نحتاها مش واكلاها. الباودر بتاعتها حلوه قوي، ناعمه جدا تحت العين، تثبتي بيها كل وشك، ومش بتبقى صفارها اوفر، يعني بتبقى حلوه قوي مع البشرات اللي لون بشرتي. والبرونزر بتاعها خطير، هتحبوه في الصيف وفي الشتاء وهتحبوه في كل وقت، بس ما تستخدموهوش في كونتور الانف، هيخلي الانف اورنج. فلو انت عايزه تستخدميه في كونتور الانف في درجه تانية اغمق منها، هحاول احط لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس. انا من كتر باليتات الاي شادو اللي عندي قليل قوي اما ايدي بتروح على الاي شادو اصلا، او ان اشتري اي شادو. بس الصراحه التو باليتس اللي انا برشحهم لكم جدا جدا هم التو باليتس دول. اول واحده فيهم بتاعت ال اي جيرل، دي خطيره. دي يعني انا دلوقتي بقيت ايدي بتروح عليها كل ما اجي نازله وعايزه اعمل اي شادو بني، يعني بجد حلوه. فيها يعني ترسمي بيها حواجبك، تقدري تعملي بيها كونتور انف في درجه منهم. درجه البنيات بتاعتها حلوه، فيها الشمر ومات، وسعرها عبيط يعني مش غاليه قوي. فالصراحه من احلى الباليتس، زائد ان الكفر بتاعها حلو، يعني مش هيكسر بسهوله زي مثلا الباليتات بتاعت ريفوليوشن حاجه كده، يعني الماتيريال بتاعتها رخيصه، لا خالص حلوه قوي، وفيها كمان مرايه كبيره. فمن احلى الحاجات اللي انا جبتها. والالوان بتاعتها البيجمنت مفتري، يعني انا بحكم على الباليت اما تطلع لي لون اسود محترم. دي مطلعه لون اسود خطير، تقدري برضو ترسمي بيه اي لاين. نيجي للباليت دي اللي هي بتاعه ريمال. اسكيبوا الباليت دي، يعني كانكم بتحطوا مكانها باليت تانية اللي هي فيها الالوانات اللي هي البرجندي والبنيات اللي بديله للباليت بتاعه انستازيا، لان هي فيها نفس الالوان تقريبا بتاعه انستازيا. تعالوا نتكلم عن البيجمنتيشن بتاع الاي شادو، خطير. فلو عايزين تجيبوا باليت بغض النظر عن اللون الازرق، تجيبوا الثانيه هتكسبوا جدا، لان سعرها رخيص وفي نفس الوقت البيجمنتيشن بتاعها حلو قوي. من المنتجات اللي انا بضيع فيها فلوس كتير قوي هو الفاونديشنز والبرايمر والسبراي، يعني دول الحاجات اللي بشتريهم بزياده، او انا بحب الاساس، يعني بحب اي حاجه ليها علاقه بالاساس بتاع البشره، لان انا بالنسبه لي ممكن اعمل اساس مع شويه ماسكارا وخلاص كده شكرا. فالاساس بالنسبه لي حاجه مهمه قوي يعني. فنبتدي بايه؟ نبتدي بالفاونديشنز. تعالى اقول لكم على الفاونديشنز اللي كسبتها السنه دي من كتر حلاوتها. 3 فاونديشنز ايدي دلوقتي بتروح عليهم كتير. لو انا هنزل وعايزه احط فاونديشن، بس انا فعليا بقيت شطيق التغطيه العاليه، ما بستحملهاش نهائي. بقيت ولا صيف ولا شتاء اقدر احط حاجه فول كفرج على بشرتي. ولو هستخدم معاكم حاجه في الفيديوهات فول كفرج بخففها باي حاجه، بس فول كفرج مره واحده كده اعصابي بتتعب، فاهمين؟ فالثلاثه اللي انا هكلمكم عنهم دول يعني اكتر 3 انا حبيتهم السنه دي من حلاوتهم. في واحد انا لسه مجرباه قريب ومش عارفه انا ايدي كانت عنه فين، بس انا يمكن كان معايا البديل بتاعه، وهو البيبي كريم ده بتاع بورجوا هيلثي ماكس. انا عندي فاونديشن بتاع بورجوا هيلثي ماكس، فحسيت ان هما الاثنين شبه بعض شويه، فلما جيت جربت البورجوا ده، لا ده اخف، ده احلى، ده تستخدميه كل يوم رايحه الشغل رايحه الجامعه. لا ده اخف من اللي في ازازه حقيقي بجد، غير ان هو اللي في ازازه ده ممكن يتكسر منك لو انت هتاخديه معاكي وبتاع. ده توب كده وطري، فالموضوع سهل. والدرجه بتاعته اللي هي 2 ميديوم دي خطيره، يعني مفيش كلام. ده لو انت عايزه حاجه للاستخدام اليومي هاتيه وانت مغمضه، يعني مفيش كلام، هاتيه وما ترجعيش ورايا. من الفاونديشنز برضو اللي صدمتني هو الفاونديشن ده بتاع ريمال. ده يا جماعه انا بنات كتير ما قلت لكم عليه في الفيديو اللي فات او اللي قبليه تقريبا، بنات كتير قالوا لي ده عندي وانا برضو جبته كده وطلع تحفه ومش عارفه ايه. لا ده تحفه، اسمعوا مني، ده تحفه. ده لو عايزين تاخدوا الميديوم كفر مع شويه جلو، مع فينش ناعم، مع كميه محترمه، يعني كميته الازازه محترمه يعني زي ما انتم شايفين كده كبيره، هاتوا ده.
ده خطير، ده خطير. والدرجه دي كمان حلوه قوي، خليني اقول لكم عليها، اسمها ويت، رقمها 170. الدرجه دي شويه على اصفر، يفتي على الحلويات، قمر قمر بجد. واخر فاونديشن هو الفاونديشن ده اللي هو بتاع بورجوا، ده شكله سعره رخيص جدا للبنات اللي بتحب الفاونديشن ستيك. الفاونديشن حلو قوي، ثباته مش اقوى حاجه في الدنيا، بس حاجه بتوحد لون البشره وبتخلي بشرتك شكلها صحي. فلو انت مش مهتميه خالص بموضوع التغطيه، عايزه بس توحدي اللون ويديكي كده شكل نضاره على البشره، ده حلو قوي وسعره تقريبا 130 جنيه حاجه كده يعني. نيجي للسبريهات، والسنه دي كانت مليئه بالسبريهات الصراحه، فخلينا اكلمكم عن السبراي ده اللي لو شفتوه في اي حته في الدنيا خدوه بجد. يعني مش عارفه هو مش موجود دلوقتي على نون في مصر، بس ممكن تلاقوه مثلا في السعوديه وفي الامارات. ده تحفه تحفه، لا لا والله تحفه، اسمعوا مني، خطير. يعني اكيد باين، بصوا انا المنتج بدل جبت اخره كده يعني باين ان انا هلكاه. من احلى السبرايات اللي انا جربتها، وفعليا انت مش محتاجه ان انت تحطي برايمر، ممكن تستخدميه از برايمر، تحفه. يعني ده ممكن اقارنه مثلا بتاع ماك. نيجي للسبراي ده، من احلى السبرايات اللي انا جربتها برضو. حجمه قليل قوي يعني، صغنون جدا، بس يعني خطير. ايه الباور ده، بيظبط شكل الباودر على بشرتك بعد الميك اب، بيثبت الميك اب، ولو بشرتك دهنيه قوي رشه كده منه بيلم الدهون كده ويحطها في جيبه. فده من الحاجات الحلوه قوي. 2 برايمر وهموني السنه دي، وهما الاتنين دول. ده بتاع رمال اللي اسمه لاستنج فينش، ده شكله يعني ده من احلى الحاجات اللي انا جربتها، لان انا قلت لكم ده بديل الستروب كريم بتاع ماك، بس خلاص ده بديله، ده هو اللي حطه في الازازه بتاعت الستروب كريم بتاعت ماك، حطوا منه شويه كمان في الازازه بتاعت رمال. من الحاجات الحلوه قوي. لو عايزه حاجه بقى زي ده، لان ده برده ساعات ما بيبقاش متوفر كتير، لو عايزه حاجه زي ده بس الجلو بتاعه اقل شويه، انتوا عارفين اصلا الستروب بتاع ماك يعني بيدي جلو جامد، لو عايزين حاجه الجلو بتاعها اقل شويه بس تدي جلو حلو قوي، البرايمر ده خطير. بتاع فيتمي ده اسمه ليمونس سموز، ده بيدي للبشره كده كانك شاربه جالون ميه مثلا، يعني ترطيب، وبيديكي جلو حلو قوي وفعليا تحفه. يعني ده هتجيبوها تشكروني، وسعره رخيص قوي يعني 100 تقريبا. نيجي للقمر اللي انا حاطه منه النهارده، حاطه منه على شفايفي وعلى خدودي، هو التنت ده. انا دايما بستخدم التنت بتاع امال حجاج، انتوا عارفين على طول كنت باكل منه ازايز، بس بعد كده حبيت ان انا عايزه اغير. طيب ماشي، انا دلوقتي مش عارفه الاقي التنت، مش متوفر معايا، خلص فجاه، ما لازم يكون عندي بديل. فشفت بلوجرز كتير قوي، انا زيكم بتفرج على البلوجرز وبجيب برده عادي جدا، فشفت بلوجرز كتير قوي بيتكلموا عن التنت ده، فقلت لا بقى ما تخلينا نشوف بيقول ايه. فالمهم طلبته من على نون وطلع يا جماعه خطير خطير اهو. حاطه منه على شفايفي، بس ده 2 لايرز، يعني حطيت مره ورجعت حطيت مره كمان اما نشف. بس احلى حاجه فيه انه بينشف بسرعه. يعني التنت بتاع امال حجاج اما كنت بحطه هو تحفه، يعني مفيش كلام ومفيش زيه اصلا، بس اما كنت بحطه كان بيسيب شويه ملمس كريمي، بعد كده ارجع امسحه تاني بمنديل. لكن ده الشفايف بتشربه وبيبقى نفس اللون ده. وحاطه منه برده على خدودي، ينفع تحطي على الباودر، ينفع تحطيه على بشرتك على طول، ينفع تحطيه على فاونديشن على طول. شكله حلو وبيأثر، يعني بيبان على الوش على طول، بس مش ووتر بروف. يعني لما تغسلي وشك مش هيفضل ثابت على خدودك، هينزل. يعني لو دعكتي، مش اللي هو لو عرقتي هينزل، لا، لو غسلتي وشك بميه هينزل، لو قمت جبت منديل مبلول او وايبس وعملت كده هيتمسح كله. فهو مش ووتر بروف للبنات اللي ما بتحبش الحاجات الووتر بروف، لان في ناس عندها مشكله مع التنتات ان هما بيلزقوا قوي، فلا بيتخنقوا من الموضوع ده. فده سهل، حتى لو بقعتي ووزعتيهوش كويس تمسحيه وتحطي تاني مفيش اي مشكله. فده حلو قوي برده، سعره كريم. حاجتين لو هتعدي على نون لازم تاخديهم، وهما القلمين دول بتوع ريميل لندن، دول خطيرين، اللي هم اسمهم سكاندل اي. ده النود رقمه 005 والاسود 001. الاثنين دول يعني لو انت بتحبي الميك اب وعايزه كحل اسود وبيج، الاثنين دول يعني دول بيتهيالي الشركه بتنتج منهم بالملايين كل يوم من كتر الناس اللي بتاخدهم، دول فعليا حلوين قوي. نيجي للارواج، انا اشتريت ارواج كتير قوي السنه دي بجد، يعني كميه ارواج مش طبيعيه، وفي اللي طلع حلو وفي اللي طلع وحش وفي اللي الدرجات بتاعته ما ظبطتش شويه، بس جمعت لكم اكتر ارواج انا استخدمتها السنه دي. طب نبتدي بايه؟ نبتدي باللي عامل مشاكل، اللي الناس كلها راحت اشترته، عشان انا عندي منه 2 فبجيبه من الدرج اللي قدامي، وهو الجلاس ده اللي اسمه لافتر جلاس بتاع ميبيلين. ده حلو قوي، حلو قوي بكل درجاته، حلو. حطيه على اي روج في الدنيا يخلي الروج ده قمر بجد، حلو قوي. غير ان هو لوحده حلو، لان هو فيه تنتد كده لون، فانت مش بتحطي جلاس بس بيلمع، لا والله لا،
لا يا جماعه استنوا، احط بقى انهي درجه؟ احط الدرجه اللي اسمها السلك. اولا بيرطب الشفايف، يعني مش بتحطوا حاجه كده اللي هو ايه حطيته جلاس وشويه بيختفي، مش بيلزق. يعني في جلاس كده اللي هو تعملي تلاقيه في حاجه بتشد معاكي، لا خالص مش بيلزق نهائي. الكميه بتاعته حلوه قوي، حجمه كده وشكله كيوت قوي، يعني جلاس محترم، يعني حاجه بتستثمري فيها. فده من احلى الحاجات اللي جربتها السنه دي. انا شخص مش بيميل للجلاسز خالص، بس ده اللي خلاني اغير وجهه نظري عن الجلاس اصلا من كتر حلاوته. انا هجيب كل الدرجات خلاص منتهي. انا من عشاق الروج الاحمر، بحبه قوي ولازم يكون عندي اكتر من واحد. نيجي الاول واحد ده اللي هو بتاع جولد روز، ده خطير. الدرجه بتاعته رقمها 20 وحماره يجنن، يعني هتحبوه قوي، وسعره كان عبيط قوي بتاع جولد روز ده. اوكي يا حبايبي، نيجي للليبستيك التاني برضو احمر او لونه شويه على نبيتي، فيه سنه موف صغيره. الليبستيك ده برضو حلو قوي في الشتاء، يعني احتمال اعمل لكم الميك اب بتاع نيو يير ويبقى بنفس الليبستيك ده من كتر حلاوته. بحب الدرجه دي قوي، زائد ان هو كريمي، زائد انه ليه زي ايدج كده تقدري ان انتي تحددي بيها شفايفك الاول وبعد كده تحطي الروج عادي. لان دي دايما مشكلتي مع الليبستيك، او مش الليكويد ليبستيك، اللي هو الليبستيك اللي زي ده اللي هو بيتفتح كده، دايما حواري كله في التحديد. فبيبقى حلو قوي ان هو يبقى ليه ايدج كده عشان تقدري تحددي بيها شفايفك. نيجي لاحلى 4 درجات نود انا جربتهم السنه دي. اول درجه هي من عند سيبال، اسمها ايه الدرجه دي؟ ثواني مش عارفه، هي اسمها اولد بينك. اولد بينك دي الدرجة تحفة، من احلى الدرجات النود بينك اللي انا جربتها السنة دي. والليبستيك ده اللي اسمه روج فيلفت، تمام. هكتب لكم الدرجة تحت في الديسكريبشن بوكس، عشان للأسف فهد 3 أرواج من عندي شال لي الستيكرز من عليهم. ده لونه كده، اللون اللي هو الكشمير، النود الكشمير، حلو قوي ده. والابليكيتر بتاعته صغيره، فبيبقى سهل ان انتوا تحددوا بيها بكل سهوله. الاديشن ده خطير يا جماعه، حلو قوي. ونيجي لحبيب الملايين اللي هو الروج ده من عند بورجوا، الدرجه دي رقمها 07. وده بقى ايه يا جماعه؟ البينك النود الفيلفت، اللي هو تحسوا ان انتوا بتحطوا قطيفه كده على شفايفكم، خطير. درجته حلوه قوي ده، بصوا ده بقى يعني جامعه وحاجات من كده، حلو قوي، وسعره كمان مش غالي قوي. ونيجي للليبستيك ده برضو فهد شال ستيكر ربنا يسامحه، بس صراحه برضو ده من نفس الاديشن بتاع الاحمر اللي هو اسمه روج فيلفت ذا ليبستيك. خليني كده اوريكم الدرجه بتاعته. بصوا يعني كل درجه نود فيهم احلى من اللي قبلها. وبس كده حبايبي، ده الفيديو بتاع النهارده. منتجات كتير قوي انا عارفه، بس دي حصيله السنه، دي الحاجات اللي انا جبتها على مدار السنه. في حاجات طبعا اترمت اكيد، يعني قفلتني منها قوي فرمتها، فيمكن دول اكتر حاجات لسه موجودين عندي بحبهم، وحاجات نص نص او حاجات ما بحبهاش. بس في الاغلب مشترياتي دايما بتطلع حاجات ما بندمش عليها. وده ليه؟ لان انا قبل ما بشتري اي حاجه ما برميش فلوس على الفاضي، يعني ما بشتريش من اجل ان اشتري، قد ما قبل ما اخش اخد الحاجه بسمع ريفيوز الناس، بشوفهم بيقولوا ايه عنها، بعمل سيرش على يوتيوب، على تيك توك، على الانستجرام، على اي حته فيها سيرش عن المنتج ده. ولو منتج ترندنج او لسه نازل وناس كتير بتتكلم عنه حلو، بشوف ريفيوز كتير وبناء عليها بقرر انا عايزه اعمل ايه. عشان كده ما بخسرش قوي في المنتجات اللي انا بشتريها. وبس كده يا حلوين، ما تنسوش قبل ما تمشوا ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام. واكواد الخصم بتاعت نون هتلاقوها موجوده كلها على الشاشه دلوقتي، موجوده في مصر وفي السعوديه وفي الامارات، وهتلاقوا اللينكس لاغلب القطع اللي انا كلمتكم عنها موجوده تحت في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.